الحقيقة النهاردة أنا معايا نجم مختلف، يعني أحمد وفيق واحد من النجوم اللي هم من كتيبة الموهوبين. يعني أنت تتفرج على أي لو اتفرجت على مشهد لأحمد وفيق هتقدر تتأكد إن أنت قدام حد استثنائي في التمثيل. يعني ممكن هو بيمثل، ممكن يمثل بعينيه، يعني ما يعملش أي حاجة ويوصل لك اللي هو عاوزه. يعني أنا دايما مبسوط وسعيد لما بكون مع حضرتك. يعني موهوب، حبيبي، من فضل ربنا الحمد لله يعني. الحمد لله. يعني كتيبة الموهوبين اللي انا بقول ان انت منها، ما بتتكررش كتير، وانت ممثل بتحب التمثيل بس. لا والله، بص يعني تظل الموهبة إدارة. يعني ربنا بيوهبك هبة من عنده. أعتقد لما ربنا يعطيك أكيد بيبقى مقصود منها حاجة. المهم إدارتها إنها تبقى موهبة نافعة، ولو ربنا شايفك بتنفع بيها أكيد بيلهمك وبيعطيك أكتر. يعني دايما اقول ان احمد رفيق لو بيعمل مشهد واحد، الناس تفضل فاكره المشهد ده على طول. حتى يعني احنا شفناك في دور وزير الداخليه في مسلسل الاختيار. الناس كلها كان بعد المسلسل ده كان يقول لك شياكه احمد وفيق، يعني البدله راكبه عليك يعني. لا، الموضوع مش كان شياكة، يعني الموضوع إن أنت بتأدي الدور بصح. هو طبعا النقاد كلهم اتكلموا إنه كانت اقوى مشاهد المشاهد الصامته. ده اللي كان بسطني يعني، او ده اللي حسيت ان انا قدرت انجح في الدور رغم صغر حجمه، وكان عامل تاثير يعني. فالحمد لله، ما دام انت بتجتهد واخد الموضوع جد وبتذاكره، اكيد اكيد ربنا بيوفقك يعني. يعني النهارده انا استغربت بقى ان احمد وفيق رئيس لجنه تحكيم عروض الشارع في مهرجان شرم الشيخ. اولا ده دعم للشباب، ده دعم المهرجان شرم الشيخ، ده دعم للفن. بس يعني انت واخد من وقتك وجاي 4 5 ايام عشان تشوف الولاد دول وتشوف من جنسيات مختلفه. والله بجد دي حاجه انا ببقى سعيد. انت الفن عندك هو رقم واحد، مش اي حاجه تاني. اه طبعا، هو ما دي مهنتك، انت بتشتغل. بص، يظل الفنان لازم يكون عنده هدف، ودائما يكون هدف لمجتمعه لبيئته. يكون فنان دايما اصلاحي، بتمنى يشوف كل حاجه كويسه. اعتقد انك تكون بتساهم في نمو ثقافي، سواء في مصر او في اي دوله عربيه ننظرها لتدعيم اي نشاط فيها. اعتقد ده شرف للواحد على فكره. يعني حتى انا ما بعتبروش ان انا خدت من وقتي ورحت، لا. ده جزء من حياتي، ان انا ابقى مهتم بالفن اللي بقدمه، وان الناس كلها تبقى عندها حس وتذوق. ده شيء اعتقد شيء كويس وشيء رشيد يعني. يعني بتشوف ازاي التطور الحاصل في السعوديه والنقله النوعيه الفنيه دي؟ بص، هو من الحاجات اللي تفرح واصابتنا بالسعاده ان السعوديه تاخد او تقفز، لانها مش خدت خطوه، هي خدت قفزه مش عاديه كمان يعني. دايما النهضه الثقافيه الفن جزء منها، ودايما الارتقاء بالفن في اي دوله بيرجع لحاجتين: يا اما تطور طبيعي لظروف البلد ومكانها زي مصر مثلا، ولكن في السعوديه كان هناك اراده للتقدم في قيادات قررت ان البلد تاخد خطوه كبيره، انها تتقدم، وانها تعوض سنين كتيره في فتره قصيره. يعتبر انجاز مش على مستوى السعوديه او الوطن العربي، يعني هو انجاز عالمي يعني، ان دوله تقدر انها تعمل القفزه دي. اعتقد ده شيء يحسب للسعوديه كلها طبعا بقيادتها. ومشاهدتنا للافلام السعوديه في بعض المهرجانات، يعني كنت في اخر مهرجان كنت بحكم فيه في كازابلانكا، كان في فيلم سعودي كنت انا مصر انه يتم التنويه عنه لموهبه مخرجه شابه، وتزاملت مع اساتذه من السعوديه، مخرجين ومنتجين في لجان التحكيم، في وعي كامل وكبير، وحبهم ان السعوديه تبقى فيها نهضه كبيره. واحنا بنقول مبروك للسعوديه، احنا كمصريين مستفيدين ان جارك يبقى متطور. اكيد ده فايده ليك. ثانيا، دي السعوديه مش اي بلد تانية بالنسبه لمصر. عند مصر يعني يكاد يكون هم بلد بس على جهتين، جناحين امه كبيره، مصر والسعوديه. اعتقد وعلى فكره لما تيجي تشوف برضه حتى المشاريع اللي بتقدمها السعوديه، النصيب الاكبر
من حب السعوديه بيبقى لمصر، فاحنا اكيد سعداء ونتمنى اكتر كمان للسعوديه باذن الله. يعني ناس كتير هاجمت انتوا السعوديه بتشتري الدراما السينما المصريه ومش عارف ايه، فطلع يعني قالوا لهم يا جماعه الناس موفرين لنا امكانيات، وفي الاخر احنا مصريين، يعني في الاخر احنا اللي السينما المصريه بتكسب يعني. ديت موجه مش مفهومه اصلا يعني. الفن فن يعني، والفن ملوش وطن كمان. بلس ان ما احنا من طول عمرنا السعوديه بتشارك معانا في الانتاج على فكره. هو يعني انا ليه الناس متفاجئه ليه؟ ما شركه الرياض دي كانت ايه اللي بتقدم في مسلسلات مهمه عندنا في مصر يعني. طول عمرنا على فكره ده عادي، السعوديه بتشارك معانا في الانتاج من زمان جدا. والدول العربيه احنا كنا بنصور في عجمان، دبي، انت فاهم يعني. بنروح اليونان نصور لا يعني الاي ار تي مسلسلاتها يعني لا بس قبل روتانا وقبل ده كله كان في الاي ار تي وشركه مسك. يعني انا مش عارف الحكايه ده جاي منين، وده اسمه تعاون. والحمد لله ويا بختنا ان احنا لنا اخوات واقفين معانا دايما، ودايما نقف معاهم. ده حاجه حلوه على فكره. هم ليه باصين البصه دي يعني؟ هي في ده انت لو بصيت لها تبص لها ان ده حاجه تخوف ان مصر والسعوديه يتحدوا قوي كده في الفن. ده شيء يخوف الناس الوحشه اكيد اكيد. مقلق للغير، مقلق لو يعني السعوديه ومصر لو لهم اعداء يعني يقلقوا. عشان كده انا شايف مستغرب الهجمه اصلا. هو في ناس كتير تسال هو انت مش عارفين وانت متجوز مش متجوز، فاتت احلامك مش فاتت احلامك. انا بنقل لك بقى اللي على السوشيال ميديا، هو يعني الناس ايه بقى انت يعني تحب تقول لهم ايه يعني؟ العروسات كتير. لا انت عارف، ما انت عارف ان انا ما اجيبش سيره عيلتي ولا اهلي، ودي حاجه تخصني. ومش بقول يعني محدش ده، لا انا بقول يعني ده حاجه تخصني انا. هو انت عارف ان انا ريفي وما زلت الحكايه دي عندي، انت فاهم. بس انا متجوز طبعا وكل اللي حواليا قريبين مني عارفين ان انا متجوز يعني. بس مش شرط كل شويه اطلع اقول انا متجوز يا جماعه وكده يعني. يعني لا، موضوع بالنسبه لي انا مش فاهمه اصلا، انك تبقى انت كل شويه طالع بعيلتك على التلفزيون. او بالنسبه لي انا ما يعرفوش يعني. انت ما بقولش الباقي عيب او مش عيب، انا طبيعتي الشخصيه انا وطبيعه تكويني ونشأتي وبيئتي اللي انا جاي منها، وده حق يعني. يعني عادي يعني. انت اصلا من بلد في المنصوره وبتعتز بيها جدا، وكل شويه تذكر البلد دي. فانا بحس ان انت بتهتم جدا باصولك، يعني بتحبها وبتحترمها وبتقدرها وحاطط لها حته كبيره في حياتك. اكيد اكيد كل واحد بينتمي للمنطقه اللي اتولد فيها، البيئه اللي طلع منها، اهله ابوه وامه، الناس اللي قضيت فيهم طفولتك. يعني انا مثلا زي ما بعتز بقريتي، بعتز بطفولتي اللي نشأت بقى في الخليج، قعدت فتره وكذلك بعد كده في مدينه المنصوره. اي مكان انت قضيت فيه طفولتك اكيد ده شيء جزء من تكوينك يعني. ناس كتير تسال برضه هو احمد وفيق يعني شايفينك في حته تاني، شايفينك بطل شباك. ليه؟ لان موهبتك تسمح بده. يعني الموهبه اصلها موجوده، واحمد وفيق يعمل افلام، يعرف يعمل ادوار كذا وادوار في تنوع. انت لو عملت اي دور انت متنوع فيه وتقدر تأديه بشكل كبير جدا. هو في حاجه يعني، بس في حاجه غلط بقى، في حاجه غلط في النص. لا اقدر اقول يعني قدر الله وشاء فعل يعني. بس وكل حاجه لها توقيتها وربنا لو رايد هيكون. هو انت عارف يعني ظروف الدنيا ماشيه ازاي. لكن ده عارفني، انا مش عمري ما بشتكي ولا عمري اقول. انا دايما شايف ان ربنا عادل معايا ويكفي انك تبقى واخد مكان محترم عند الناس بس يعني. والباقي بقى اللي جاي ده هيبقى زياده من عند ربنا، اكيد هتبقى حاجه تفرح يعني. ودايما نشوف الجمهور لما بيلتف عليك في اي مكان نكون فيه ويتصوروا معاك ويا نجم واحنا حبيناك في المشهد ده. يعني هنا في شرم الشيخ احنا شفنا الناس كتيره، انا شفت 3-4 بيحكوا لك عن مشاهد انت نفسك ممكن ما تكونش فاكرها من اعمال مختلفه. بص، ما ده اللي انت بتقبضه من الناس يعني. هو ده الاهم عندك، الناس تبقى حباك، يبقى ليك جماهيريه يعني. في جمهور بيسلم عليك او بيتصور معاك احتراما ليك، مش عشان انت بتطلع في التلفزيون او مش عشان انت مشهور. لان ده سهل انك تبقى مشهور على فكره، سهل جدا يعني. وانت شايف يعني.
الخطط الجايه بقى يعني ممكن يكون عندنا، انا عارف ان في عمل درامي انت بتقرا لي من دول. عملين. عملين. طيب. عملين بس لسه، ما عشان انا ما عارف انت بتقراهم لسه. ما وقعتش، فما اقدرش اقول انا ايه. انا ممكن اعتذر، يجي حد زميل ليا، عارف انت كده يعني، مش اكتر. بس عملين انا شايف ان هم عاملين مهمين، وفي انتظار حاجات تانية اصلا. يعني اللي مؤكد انا احتمال اعمله يعني لسه في السكه يعني. طيب والسينما؟ السينما انا خلصت مع الفنان صديقي عمرو سعد فيلم الغربان. ده فيلم عالمي، فيلم كبير يعني. عمرو برضه من الفنانين المصرين على انه يعمل حاجه مختلفه وحاجه مهمه. ان شاء الله يبقى فيلم كويس. انتهيت من مسلسل سراب، انا والفنان الجميل الاستاذ خالد النبوي ويسرى اللوزي ونجلاء بدر واحمد مجدي مجموعه كبيره يعني. حاسس ان انا نسيت حد، وهاني عادل. اخراج الاستاذ احمد خالد. وده متاخد عن فورمات مسلسل عالمي يعني. ان شاء الله واحتمال يكون هيتعرض الايام اللي جايه باذن الله. الاوف سيزون بالمناسبه بقى مهم قوي قوي قوي، ويبدو لي ان هو بيساعد اكتر على المشاهده. لا، هو شيء مهم للفن. انا كفنان هقول لك شيء مهم للفن. هيوسع القاعده. هينفرز مخرجين جداد، مؤلفين جداد، ممثلين شباب. في ناس كتير هتاخد فرص، هو على مستوى مصر او اي دوله عربيه يعني، سواء مصر الدراما المصريه، السوريه، السعوديه، الخليج. اللي موجود المنصات، وخصوصا المنصات اللي اثبتت وجودها بدون ذكر اسماء يعني. دي بقت خلاص، بقت ماده مهمه عند المشاهد. بلس ان في قنوات جديده بدات تظهر وناويه على انها تبقى قنوات كبيره في الوطن العربي يعني.